لا ابدا، انا نشوف حتى المنتخب الجزائري مع احترامي للمنتخب المغربي، نعم، نشوف حتى المنتخب الجزائري ما قدمه في الدوره باستثناء المباراه نيجيريا اقوى بكثير من المنتخب المغربي. نعم. ولو صعد المنتخب الجزائري الى الدور النصف النهائي أنا نأكد لك أنه راح يواجه المنتخب المغربي صعوبات كبيرة جدا في تجاوز عقبة المنتخب الجزائري. منتخب نيجيريا أقوى من المنتخب المغربي، منتخب كوت ديفوار الذي أقصاه المنتخب المصري أقوى من المنتخب المغربي، منتخب الكاميرون أيضا الذي أقصي أمام المنتخب المغربي أقوى أيضا من المنتخب الكاميرون من المنتخب المغربي، قياسا على ما قدمته كل هذه المنتخبات طول الدوره. ما نحكموش على لقاء واحد. وانت كنت سالتني من قبل، نعم. قلت لي شكون هما اقوى المنتخبات قبل ما يقصاو، نعم. قلت لك انا كوت ديفوار الكاميرون شفتهم اقوى منتخبين محمد. انا الكاميرون يوم مباراه المنتخب المغربي شاهدت كاميرون اخر، لم اشاهد المنتخب الكاميروني نعم. الذي شاهدته طيله اطوار كاس افريقيا. وهذه تبقى مجرد ترجيحات رياضيه صحيح. فقط مستويات، رانا نقيسوا في المستويات فقط. سامحني اخ محمد، هو نقرا في الكونفرنس يقول لك سوف اغير استراتيجيتي التي لعب بها منذ بدايه الدوره. لو غيرت استراتيجيتك مع الجزائر ودرت كتله متوسطه ولا منخفضه نضربك بثلاثه. حتى هو يجي يقول لي اخر المطاف سوف اغير استراتيجيتي واريح اللاعبين لانه تعرضوا الى الضغط. واش ما الضغط؟ العب بالدفاع، العب بالضغط العالي، يرحم والديك ياك شاي، يرحم والديك، العب بالضغط العالي لانه الاخ محمد انا والله نخرج على من جدي في تقنيا كيفاش تغير. هي امل مثل كل الجزائريين انها خدعه، لانه المنتخب النيجيري قوته في الضغط العالي والضغط العكسي وخنقك في منطقتك لتسجيل عليك الاهداف، يستفيد من الاخطاء.